النهاردة هقولك فوائد النيكوتين والكافيين اللي محدش بيقولك عليها. أول حاجة، النيكوتين دايما واخد سمعة سيئة بسبب التدخين والشيشة والفيب والآيكوس والتدخين والسرطان والتدخين والبوب كورن لانجز، التدخين ومشاكل الرئة، الكلام ده كله. والكلام ده حقيقي وانا عملت عنه فيديوهات واتكلمت عنه، ولكن انا مش بتكلم على النيكوتين السيء اللي احنا بناخده من التدخين. أنا بتكلم على النيكوتين اللي ممكن تاخده على شكل دواء، على شكل قراص او لبان او باتشز بتتلزق على الجلد. طيب يا دكتور عطية، هيفيدني في ايه يعني الكلام ده؟ يعني النيكوتين يعني هيعمل لي ايه؟ خد عندك اول حاجة، النيكوتين بيحفز الانتباه والتركيز جدا جدا جدا. طب يا ترى ليه؟ يعني عشان بيزود من افراز هرمونات مهمه زي النور ادرينالين والدوبامين، فبيحسن اليقظه والانتباه وبيخلي المخ كده في حالة استعداد كده، انا جاهز عشان الشغل. تاني حاجة النيكوتين بيعملها ان هو بيحسن الذاكرة قصيرة المدى او الشورت تيرم ميموري، فبيخليك تقدر تفتكر الارقام، المواعيد المهمة، البروجكتس اللي عليك، التارجتس، المذاكرة. بيبقى مفيد جدا جدا للناس اللي بتذاكر او الناس اللي مقبلة على امتحانات وعايزة الذاكرة قصيرة المدى. الناس بقى اللي بتحفظ شكل الصفحة ورقم المعادلة وبتحفظ المسائل، الناس اللي بتبصمج بقى المادة ليلة الامتحان، هيفيدك قوي 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 لو انت طالب في الجامعة او ثانوية او ماجستير او دكتوراه حتى. ثالث حاجة، النيكوتين عامة بيرفع من الحالة المزاجية او بيعلي من مستويات السعادة اوفر اول، انه بيقلل من احساس الفتيج او اللي هو التوهان او البلاهة، تحس انك مخك مش مركز او كده. النيكوتين بيساعد جدا في الموضوع ده، وهتلاحظ الفرق مجرد ما تبدأ تستهلك النيكوتين فعلا. ولكن عشان ما حدش يقص الحته دي من الفيديو ويقول دكتور عطيه بيشجع على التدخين بقى والكلام من ده، انا عامل فيديوهات بحذر من الموضوع ده. انا بتكلم على ان تاخد النيكوتين في شكل دوائي مش شكل تدخين. التدخين كده كده يعني اضراره معروفه، مش محتاجين نقعد نهري فيها كتير. تاني حاجه بقى، ده حبيب قلب انا الشخصي، يعني انا بموت فيه، الكافيين. الكافيين من اقوى المنبهات للجهاز العصبي المركزي او سنترال نيرفس سيستم. يمنع مستقبلات الادينوسين من هي ترتبط بمركب الادينوسين. الادينوسين ده بيعمل ايه؟ يعني بيساعد على النعاس، بيساعد على الاسترخاء، بيساعد على الاحساس بالتعب. فانت كل ما تقلل ارتباط المركب ده بالريسبتور او المستقبل بتاعه، فانت يعني مخك مش بياخد باله انه تعبان. فاهم حاجه؟ طبعا الكافيين في القهوه، الشاي الاخضر، الماتشا، والماتشا طلعت يعني ترند مؤخرا، الاسبريسو، الميكاتو، الامريكان كوفي، كل انواع القهوه بكل الحبوب بكل الاشكال، سواء قهوه برازيلي، حبشي، يمني، كولومبي، بكل الانواع وكل الاشكال، هيساعد في التركيز والانتباه. وكمان يعني الناس اللي بتلعب رياضه مثلا زي حالاتي كده، او اي حد يعني محتاج زي اكسترا بوست كده او حاجه تدي زقه زياده ادائك الرياضي، هيفرق معاك قوي في ان الكافيين اصلا بيساعد في ارتفاع ضغط الدم وبشكل صحي، مش هيخلي مخك ينفجر يعني، لا، بيعلي من ضربات القلب، بيفوقك، بيخلي فيه بلاد فلو او فيه ضخ دم كويس، فده بيحسن من جودة او كواليتي البامب او ضخ الدم للعضلات. كمان بيساعد في زيادة الانديورنس او قدرة التحمل، لانك قلل الاحساس بالفتيج او الاجهاد زي ما قلنا. غير كده يعني بصراحه انا بابيوز الكافيين، يعني انا بستخدمه زياده عن اللزوم، من 3 ل 4 كوبايات في اليوم، ويعني بنام كويس برضو 6 ل 7 ساعات، وببقى مش متضايق او اي حاجه وما بحسش باي اعراض. وغير كده هو بيحسن لي المزاج، يعني انا بشرب القهوه كمزاج اكتر مما انا عايز اخد فايده منها. لا، انا القهوه بتكيفني. يعني تحب تشربها محوجة، تحب تشربها سادة، وسط، سكر زيادة، مانو، انت ومزاجك بقى. عايز تضيف لبن، عايز تضيف مكعب مثلا شوكولاتة خام تكسر المرارة بتاعتها مثلا شوية. انت بتحب الاسبريسو بقى، حاجة تخش على المخ تضرب على طول. لا بصراحة يعني في الأوقات اللي ببقى فيها متضايق مخنوق حاسس إني مكتئب شوية أو كده، القهوة يعني مفعولها سحري. وآخر حاجة هنهي بيها الفيديو ده، خدوا بالكوا إن أندرو تيت the most googled man on the planet، اكتر راجل بيتم سيرش او الناس بتدور على اسمه وبتتابع اخباره، كلكم طبعا عارفينه، التوب جي. دايما كان بيتكلم على فوائد النيكوتين والكافيين وقد ايه هو دايما heavily caffeinated. Caffeine is a miracle drug. I drink endless coffee, and of course the Matrix will come along and say too much coffee is bad for you, too much meat's bad for you. Before coffee and caffeine, we were living our lives in rhythm with the sun. Industrial revolution and caffeine, the introduction of caffeine, we now had night shifts. Think about this. I drink coffee every single day. So I thought about this and I thought, maybe life's better without caffeine.
So I took a week off of coffee. Yeah. And there was Try it out. zero advantage. يعني كافيين على طول باستمرار بيستهلكوا. وطبعا النيكوتين بقى من ناحية السيجار بقى او الشيشة او الكلام من ده، وده انا ما برشحوش زي ما قلنا، ولكن يعني واحد من انجح واكتر الناس مشهورة واكتر الناس تأثيرا في العالم وفي الشباب خاصة بيستخدم النيكوتين والكافيين. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم في الفيديوهات الجاية. سلام.